سالم في مكان خطير، سالم يمر، سالم يعدي، سالم امام اكثر من مدافع، يحافظ على كورته بالكعب. نواف يريدونها كعوب الان، عرضيه تياغو في الانتظار جميله، محاوله على جهه اليمين لكن التغطيه من جانب اكثر من لاعب. بيروزاف خلصها سالم وعدى سالم، ومهاره من سالم بطاقه على ستوتش. اعصاب العين الان صارت مشدوده اكثر، وهذا امر طبيعي. بطوله العين كان يعاني في الموسم الماضي، العين كان بعيد عن بريقه وكبرياء، وبطبيعه الحال ارقام قياسيه في ملعبهم في الرياض. وسالم الدوسري يمر بشكل رائع. بطاقه على جيان، بطاقه على جيان. هدوء جيان، لابد من الهدوء، وربما انها طرد. الهدوء مطلوب من عناصر الفريقين في هذه الاثناء، لابد ان يهدأ الكل. جيان يستحق بطاقه حمراء، وبطبيعه الحال الجماهير العاقله لابد انها لا تنجرف وراء جيان. ناصر عليه الهدوء، واخوان احبه في كل مكان، العين والهلال فريق واحد، واحبه واشقاء بغض النظر عن النتيجه. جيان دفع بطريقه متهوره وكان متوترا جدا، اعصابه كانت متوتره، لذلك دخل من الخلف اعاق سالم الدوسري، لكن ماذا يريد جيان بعد ذلك؟ لابد ان يتم هدوء جيان وابعاده. برافو وليد سالم، برافو لوليد سالم الذي يتدخل في هذه الاثناء لتهدئه جيان. المباراة تأخذ منحى آخر، وجيان متوتر جدا. هذا لا يمثل العين بطبيعة الحال. تصرف جيان بالتأكيد أنها لا تمثل نادي العين، ونعرف العين من سنوات طويلة بتاريخه الكبير وبأساطيره. دخول من الخلف بعنف وبشكل متعمد، بطاقة صفراء مستحقة، بطاقة حمراء مستحقة لجيان. جيان نجم كبير، اسم كبير في كرة القدم الأفريقية، ولكن مثل هذه التصرفات تبقى غير مقبولة، تظل غير مقبولة، وعلى لاعبي الفريقين مزيد من الهدوء. الجماهير الهلالية طبعا هذا الخطأ وتلك البطاقة تجعلهم في وضعية ممتازة في هذه المباراة، والسعداء بهذه الليلة. يخرج جيان بالبطاقة الحمراء، ويتحرك العقلاء القائد وليد سالم بطريقة ممتازة لتهدئة زميله وإبعاده. يظل جيان اسم كبير ونجم كبير، ولكن قبل كل شيء فإن الروح الرياضية والأخلاق لابد أن تكون حاضرة، لابد أن تكون حاضرة. كرة أو مباراة توقفت في اللعب بعد